غالي بيعمل الكرات الطويله دي. شوف لسه بقول لك الكرات الطويله ايه بيعمل بيها خلخله هايله هايله هايله. احمد فتحي عنده فرصه، لعب عرضيه، هوبا جول جول. عماد متعب النجم الكبير على طول يتحرك للكره ويحطها بدماغه. بقول لك هو اللي عنده الحلول حسام غالي، لان الجونه مقفل وفي تكتل دفاعي في وسط الملعب وامام مرمى عبد المنصف. بيكون الحل والاختيار بكره طويله زي كده تكسر التكتل الدفاعي من المهاري الرائع حسام غالي، والعرضيه بالمقاس. هتشوف تاني، شوف الكره الطوليه حلوه حلوه حلوه، عاكس بيها الملعب عبد الله السعيد. تسلم يا عبد الله. عبد الله اللي يعملها بالمقاس برؤيه، لما رفع عينيه وشاف اهو. شوف اهي رفعه العين دي، شاف عماد متعب لعبها له، ومتعب في الحاجات دي لا يخطئها ابدا، يلعبها بدماغه حلوه حلوه. زحم او ليبرو خط الوسط صامويل اوكرا، تاني ناحيه اليمين لاحمد عادل، كله مستني العرضيه، لعبت حلوه حلوه، جول صامويل اوكرا يتعادل من اول ظهور. تخيلوا حضراتكم اول ظهور للجونه امام مرمى شريف اكرامي، هدف للغاني صامويل اوكرا. حرك كويس جدا وعلى طول اتسحب كده من ورا محمد نجيب ولعبها بدماغه على شمال شريف اكرامي. بعد 4 دقايق من الشوط الثاني يتعادل احمد عادل لما شغل العرضيات اهو متساب، واحمد فتحي الظهير العكسي هو اللي جاي من هناك عشان يغطي مع وجود ثغره او مساحه هنا اهو. شوف لعبها بدماغه بمنتهى السهوله على شمال شريف اكرامي. صامويل اوكرا الغاني يتعادل من اول هدف.